أمامنا رؤية تحديث اقتصادي في غاية الأهمية. تنفيذها ليس بالشيء السهل إطلاقا، لكنه اليوم ضرورة وطنية وأساس حتى البلد وحتى اقتصاده يستطيع النهوض والتقدم. أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على قدرة القطاع الخاص في النجاح. مهمتنا كحكومة إنجاح القطاع الخاص في تنفيذ دوره في النمو وفي التوظيف وفي توسعة قطاعاته المختلفة. كل الرؤية انبنت على هذا الأساس. اليوم دورنا كحكومة ودور كل موظف في هذه الحكومة أنه يدعم القطاع الخاص للمضي قدما، طبعا كله تحت سيادة القانون وضمن القوانين المعمول فيها. وإذا في تعليمات أو أنظمة أو قوانين نجد أنها عائق أمام القطاع الخاص أو عائق في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، سنقوم بتعديلها حسب الأسس. اليوم كل وزير بده يتدخل بوزارته وبده يتدخل بكل موظف عنده وبأدق التفاصيل وأصغرها، وكل موظف بده يكون مساءل من قبل وزيره حتى ينفذ هذه الرؤية وحتى يحقق أهدافها وبرامجها. لن نظلم أي موظف، ولكن بنفس الوقت لن نسمح لأي موظف أنه يظلم الوطن ويظلم إمكانياتنا في تحقيق هذه الرؤية. أمامنا شغل كثير. حكيت هالحكي ببداية تشكيل الحكومة وبأكده الآن. اليوم كل شخص يعمل في القطاع العام معني بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بشموليتها. هذا هدفنا اليوم طالما هذه الحكومة مستمرة، والرؤية رؤية عابرة للحكومات، لم تبدأ بهذه الحكومة ولا تنتهي بها.